كنت طالب اوردر من طلبات واللي جات لي لقيتها بنت. قررت ان انا اقول لها ما معيش فلوس واشوف رد فعلها ايه، ولو وافقت تساعدني اقسم بالله لا اكبر بخاطرها. جبرا لا يعلم بيه غير ربنا. تعالوا نشوف هتعمل ايه. صلوا على النبي وبالله عليكم حياة ربنا لا تعملوا مشاركة للفيديو ده. السلام عليكم. ازي حضرتك؟ انا اللي طالب الاوردر. استغربت بس ان بنت اللي جايبه الاوردر بس الجو وحش وانت اللي بتشتغل. ايوه عادي. ربنا يعينك يا رب. طب هو اوردر ده بكام طيب؟ 50. يساوي 50. طيب هو ينفع اطلب منك طلب؟ اتفضل. ينفع ترجعي الاوردر ده؟ لا عادي. ليه؟ في مشكلة معاكي يعني في الأوردر؟ لا انا عايز ارجعه بس معلش. ايوه يعني في مشكلة مثلا؟ لا عادي يعني معلش. ايه طب ايه السبب ان هو يرجع؟ رجعوا لي بس بالله عليك. ما حضرتك اديني سبب وانا هرجعه. ما هو لو قلت لك السبب هيتكسر بخاطري قدامك ليه فمعلش يعني؟ رجعيه. يا عم انت زي اخويا، قول لي ايه السبب وانا هرجعه. بص بصراحة أنا معيش فلوس. لما حضرتك ما معكش فلوس طلبت من الأساس ليه؟ ما تحرجنيش بقى، هو مش اعملي الشغل بتاعك وخلاص رجعيه. ماشي، ما هو ايه السبب ان انا هرجعه اقول لهم معهوش فلوس؟ هي المفروض ان انا ابلغ ان انا هرجع الاوردر عشان معهوش فلوس؟ عادي ما طب ينفعش. ايه السبب ان هو بص صلي على النبي. بس- وانا معايا والدي فوق تمام. وانا والدي بيغسل كده. ربنا يعفو. يعني يا رب هو طلب مني ان هو جعان وكده وعايز اكل. تمام. فانا نزلت دورت على شغل، ما حدش، كل اللي بيشوف الاعاقه اللي في رجلي يقول لي لا انت مش هينفع تشتغل معايا. تمام. فانا قلت لو كده ارجع وخلاص الاوردر، عشان انا كنت طالب الاكل لوالدي وهو جعان، وقلت زي ما تيجي اللي هيجي اقول له ايه ما معيش فلوس. بس انت بنت فمش هينفع، مسؤوليتك اكيد خلاص كبيره. طالما هو لباباك او ليك عامة مفيش مشكلة، مش هرجعه. ما هو مش هينفع والله. لا ليه؟ ما يا عم انا اعتبره مش من اختك شحات عادي. والله مش العظيم. قصدي ان انت شحات والله. هو عادي غصب عني. اعتبره من اختك الكبيرة او الصغيرة او لبنت باباك عادي. مفيش مشكلة والله. هو ده مش هيأثر معاكي في الفلوس؟ مش هيأثر ليه؟ انا عندي اطفال هعتبر ان انا جبتهم لبنتي عادي، مفيش اي حاجة. ربنا يكبر بخاطرك يا رب. شكرا. طب عايز اسالك على حاجه طيب قبل ما تمشي. اتفضل. انت ازاي شغاله في الجو ده وبتجري على الطرق وسط الزحمه والعربيات دي؟ عايز انا ام البنتين يعني. انت ام اه. والبنتين ما شاء الله. مع اللي فيك يقول عيله صغيره. لا معايا بنتين. ربنا يحميك يا رب. الله انت يخليك. بنت بألف راجل. ربنا يبارك. طب ممكن نطلب منك طلب؟ اتفضل. ممكن توقفي دقيقه استني يعني ما تمشيش. تمام. بص صلي على النبي. انا عايز اسالك سؤال. انت ليه بتساعديني؟ عايز ده من يعني اي حد على فكره، حتى لو ولد والله كان هيساعدك. وبعدين اي حد فينا بيقع في دي. يعني ممكن انا كنت جت عليا ايام كانت وحشه جدا جدا. ساعات يعني ربنا يعني الحمد لله. اسمك ام ايه؟ مريم. مريم. جوزك معاكي؟ لا. انت بتشتغلي عشان تصرفي على اولادك. بتشتغلي كام ساعه في اليوم؟ ساعات 10 ساعات 12 ساعات 8. ماليش معاه مواعيد، بس حضرتك بتخش تفاصيل ليه؟ هو بصي انا فخور بيكي بصراحه. ربنا يخليك. ومش بعيد عن بنات مصر، واللي انت عملتيه ده اكيد بيحصل في مصر من شباب وبنات. فربنا يكبر بخاطرك ويبارك فيكي. انت ما تعرفنيش، اول مره ان انا اعرفك. انا مذيع اسمي اسامه الحداد، عندي صفحه على الفيسبوك اسمها فعل خير. تمام. احنا بنشوف الناس اللي زي حضرتك بيعملوا الخير ده عشان نقدر نفرحهم. تمام. فانت زي ما فرحتيني وجبرتي بخاطري، في حاجه بسيطه انا عايز اعملها معاكي. تمام. احمد تعالى. بص انا كل ده انا صورتك، واللي حصل ده موقف انساني جميل منك، وزي ما انت جبرت بخاطري دي مش جبر خواطر، لا انا بدي لاختي زي ما انت قلت انا اخوك. ده مبلغ بسيط مننا ليك. برنامج اسمه فاعل خير، انا اسمي اسامه الحداد. يا ريت تقبلي وما تكسفنيش. ده حاجه بسيطه مش قيمتك والله العظيم. دي مثال لاي بنت عندنا في مصر ان احنا فعلا عندنا بنات بألف راجل. بس عايز اسالك سؤال. كل واحد فينا بيبقى له امنيه، وبناتك شايفينك دلوقتي والعالم كله شايفك. انت نفسك بايه؟ انت اسمك ام ايه؟ ريم. ام ريم. نفسك في ايه يا ام ريم؟ اكيد نفسي ارتاح، نفسي يخلص الفلوس اللي عليا. عليكي فلوس؟ مبلغ كبير؟ اه طبعا.
اللي هو كام مثلا؟ يعني مش لازم، بس يعني على مبلغ. هي عندها عزة نفس رهيبة، يعني هي مش عايزة تقول عشان ما تطلبش حاجة من حد. طب فيها حاجة لو خدنا رقمك حطها الناس تساعدك؟ بصراحه مش عايزه كده، مش عايزه يبقى. مش حابة تتحط في الموقف ده. بالظبط. انا تمام والحمد لله قادره اشتغل، قادره اقف على رجلي. طبعا لولا والدتي واهلي ما كانش زماني في اللي انا فيه، لان انا بناتي صغيرين عندهم 5 سنين، بنتي الكبيره 5 والصغيره 4 سنين. طب احنا ممكن نفتخر بيكي وتوافقي ان احنا ننزل الفيديو ده؟ ما فيش مشكله. ونعرف كل بنات وكل الشباب قاعدين في البيت، انزل اشتغل واسعى عشان ربنا يكرمك ويكبر بخاطرك. بنت وبتنزل تشتغل في وسط طرق وفي وسط عربيات عشان تجيب الجنيه بالحلال، مفيش احسن من الجنيه الحلال. عايزكم تصلوا على النبي وتشيروا الفيديو، وانت يا ريم انت واختك افتخروا بماما، ربنا يبارك لك فيهم يا رب. وصلوا رساله هم شايفينك دلوقتي، أنا ووصلوا بحبهم رساله جداً. لمامتك برضه. بحبهم جدا والله. انا بقول لك لولا مامتي ولولا بابايا واخواتي واهلي ما كنتش وصلت اللي انا فيه، كنتش عرفت اقف على رجلي. ربنا لان يبارك اي فيك. حد بيبقى يعني بيتطلع مثلا، اول ناس بتتضايق هم اهلي، بس بصراحه لا، يعني اهلي ما كانوش كده. اذا كان اخواتي الولاد او اخواتي البنات او بابايا ومامتي، يمكن طبعا الفضل في الاول وفي الاخر لمامتي بامانه. ربنا يعني يخليكي لولا لينا يا هي- حاجه يا رب. طبعا لولا هي ما كنتش زماني واقفه على رجلي كده. الحمد لله. الحمد لله. ربنا يبارك فيك. الله صلى على النبي، اعملوا مشاركه الفيديو. السلام عليكم.